ار2 وفي ال90 يابا وجول. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده فكره الفيديو مختلفه جدا، لان النهارده هنتكلم عن سر المحترفين في الديفيجن. فما تنساش تدوس اللايك وتعمل سبسكرايب، علشان 97% من اللي بيتفرجوا علينا مش عاملين سبسكرايب، فيا ريت تعمل سبسكرايب عشان عايزين نوصل 100,000 في اسرع وقت. كل الناس فاكره هو انك عشان تلعب ماتش في الديفيجن كويس او حتى توصل 50 نجمه لازم يبقى معاك تشكيله كويسه. هو دي حاجه يعني المفروض يبقى معاك تشكيله كويسه بس مش اهم حاجه التشكيله، يعني انت اهم حاجه عندك هي طريقه لعبك. فمن هنا بقى تيجي فكره فيديو النهارده، وهو ازاي انك تعرف سر المحترفين ده وتوصل على الاقل مش 50 نجمه، على الاقل 10 نجوم وبس كده. ويلا بينا نخش على الفيديو. اول حاجه هنعملها طبعا وهي الخطه. زي ما انتم شايفين كده انا معمول خطتي 4-3-3، ولكن الخطه اللي انا بفضلها ان انت تعملها بالذات لو انت عايز توصل 10 نجوم على الاقل، ولكن انت لو محترف هتوصل اكتر من كده بكتير، وهي خطه 4-3-2-1. الخطه دي ناس كتير قوي بتلعب بيها، وناس كتير قوي وصلت بيها لمستوى يعني بتوصل ل 100 نجمة، وكمان في ناس بتوصل 150 نجمة. اعرف ناس بتوصل حتى 250 نجمة، ولكن احنا خلينا في حاجة صغيرة كده على قدنا، على الاقل 10 نجوم. هتقولي طب دلوقتي يا دومو انا حاطط التشكيلة وعندي خلاص، يعني انا فينيسيوس جونيور بقى عندي 102. هقولك ما تقلقش، لان التشكيله هنا او اللعب مش بيعتمد على الاوفر، لان انت مش بتلعب في الهجوم التنافسي، انت بتلعب في الهيد تو هيد او الوجها لوجه. فعادي مثلا انا لو نزلت بيكهام هنا من حدث قديم يعني واصل اوفر 118 ونزلته بدل فينيسيوس جونيور، هيلعب هو الاوفر هيقل ولكن وعادي ممكن تخلي فينيسيوس جونيور في الدكه عندي هنا يلعب بدل مثلا مارادونا او كروي او ايا يكن. بس اهم حاجه في الخطه دي هي سرعه اللعب، يعني ما تفضلش تباص او تعمل الحاجات دي، لا. اهم حاجه في الخطه دي انك تبقى سريع في لعبك. وهنخش دلوقتي نجرب ماتش قدامكو، ماتش او ماتشين على حسب، وهوريكم ازاي تلعبوا بالخطه دي بالتفصيل. فكمل الفيديو للاخر واوعى تطلع منه، ولو نسيت تدوس لايك فدوس اللايك واعمل السبسكرايب، عايزين نوصل 100,000 في اقرب وقت. دي تشكيلة اللي قدامنا، وسبحان الله طلع بيلعب بنفس الخطة اللي احنا عاملينها يا شباب. يعني زي ما قلت لكم ناس كتير قوي قوي بتلعب بالخطة دي. فيلا بينا كده هنقول بسم الله ونبتدي كده ونشوف هنعمل ايه في الماتش ده. يلا يا فورلان بقى، يلا يا فورلان. النت صعب ليه؟ النت صعب كده. مارادونا اول حاجة، اول ما قطعنا الكرة خلاص هناخد الكرة ونجري على طول. هتقولي هنجري فين؟ باصي لاي حد قدامك، اي حد قدامك بصيله. يعني انا دلوقتي جريت بزمبروتا اهو، جريت بيه تمام، اللي قدامي بصيله على طول. معلش دي غلطه من عندي انا، غلطه من عندي. نرجع تاني، زمبروتا هو اللي ضيعها هو اللي يجيبها. يلا يا زمبروتا. بدري، رجعنا لبدري، نبصي على طول زي ما اتعودنا. بيكهام اهو، بيكهام اهو مش مطوره كمان، ممكن نرفع بيه وخلاص كده. انت يعني كنا لازم نطور بيكهام برضو، كنا لازم نطور بيكهام. السر في اللعب برضو والسر في الخطة، فاحنا بنخش هجمات كتير. طبعا النت لازم يعملها معانا، امال ايه يعني. فورلان يتلعب على طول لكرويف، كرويف خد الكرة اهو الجون طلع بره، هو غلطته فجبنا جون على طول. هو كمان بيلعب بنفس الخطة، بس هو يعني ما توفقش معانا لانه خرج الجون وعمل حركة هنا مش كويسة قوي. يعني شوفوا خرج الجون، هو هتلاقيه اصلا مخرجه متوتر او في حاجة، يعني اكيد مش مخرجه يعني عشان احنا نجيب جون ونفوز يعني اكيد. بدري 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 كرويف، بدري 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 خد الكوره بيجري اهو. بص احنا معايا ايه، انا بجري. بص اجري بالكوره، اجري بالكوره. بصيت لكرويف ارجع على طول ار2. بس اليسون ايه يعني، حيطه حيطه. طبعا انت هتشوف مين اطول واحد عندك هنا وتقوم جاي مديله الكوره كده بس وخلصت بقى. يا ممكن جول، ممكن تطلع بره، مش هتفرق. الناس اللي بتعرف تلعب فيكو هتوصل 50 نجمة على فكرة، خلي بالك. يلا واحدة كمان. كرويف يا ابن اللعيبة، خد الكرة واجري بكرويف. بص حلقتهم كله. بص يا ابن اللعيبة، يا كرويف عليه حتة ار2 مش طبيعية. كرويف ده والله العظيم يا جماعة مش طبيعي. بص زحلقوا ازاي هما الاتنين، يا نهار ابيض. احنا دلوقتي الشوط الاول، والشوط الاول خلاص خلص 2-0 وهو بيلعب بنفس التشكيله. فعشان كده ارجع اقول لك اهم حاجه، مش اهم حاجه يعني، اهم حاجه عندك لعبك انت. مش اهم حاجه ان يكون معاك اقوى كارت في اللعبه، مش مهم انك تشحن الاف الاف الجواهر عشان تقدر ان انت تلعب او حتى تجيب 50 نجمه في الديفيجن. لا مفيش الكلام ده. ماجواير بص لما ماجواير كرويف اديله الكره واجري بيه.
يعني انت عندك اي لاعب سريع اديله الكرة واجري بيه. هي الخطة دي كده، تديله الكرة وتجري بيها. هتيجي هنا بقى تبدأ ان انت ايه، خلاص بقى هبدأ ان انا ايه العب معاه ارقص معاه. بس هو خرج الجون معايا وهو طلع ذكي في الحتة دي، ولكن لو كان خرجه بدري شوية كان زمان تاخد جون دلوقتي وكان زمانه ندم. تمام. هبصي بقى في البعيد، خلاص انا هطلع كرويف يجري. تمام. واقوم جاي مديله الكوره. اول ما ياخد الكوره اخد الستيب بتاعتي واجري بيه، اجري بيه. طبعا هتلاقيه بص ماسكني خلاص، تعب كرويف، تعب. طلعنا بالكرة غصب عننا، دي مشكلة دي. لو كرويف تعب ممكن بقى ننزل هازارد، ننزل فينيسيوس جونيور، اللي انت عايزه نزله في اي حتة. لان زي ما قلت لك الخطة دي مش بتعتمد على الاوفر بتاع اللاعب، انت مش بتلعب على الاوفر، انت بتلعب على قوة اللاعب بتاعتك. فهي دي الفكرة عندك، ازاي انك توصل 50 نجمة او على الاقل 10 نجوم زي ما انا قلت. احنا دلوقتي قطعنا الكرة وطالعين اهو. تمام. اديناها لمين؟ لفورلان. فورلان لقينا حد بيجري. مين اللي بيجري؟ مارادونا. هو خلاص طاقته، يعني طاقته بص هتحمر معانا دلوقتي، بس هو بيجري لان برضو اللي قدامنا ادي جون اهو بمارادونا من غير ما نتكلم. يا لهوي عليك يا مارادونا يا لعيب. يا رباه يا رباه يا رباه. شوف مارادونا، شوف عدى ازاي، شوف عدى ازاي. يا نهار ابيض على رجله يا جماعه، رجله من دهب، الراجل ده رجله من دهب. كده احنا 3-0 ويعتبر الماتش خلص اصلا. يعني انا ممكن اسيب الموبايل واكلمكم بقى كده خلاص. هو بقى يجيب جون ما يجيبش جون انا مش فارقه معايا، انا اهم حاجه عندي ان انا فزت خلاص. هي دي اهم حاجه في انك توصل 50 نجمه او حتى 10 نجوم. هتيجي بقى دلوقتي تقول لي طب يا دومو هي الخطه دي تنفع ان انا العب بيها مدير فني؟ هقول لك لا، ما ينفعش تلعب بالخطه دي مدير فني ابدا. عشان تلعب مدير فني لازم يبقى معاك خطة كويسة. هي دي برضو خطة كويسة، ولكن بتعتمد على لعبك انت. المدير الفني بتعتمد على خطة تانية وتكتيك تاني خالص، والكلام ده ممكن اعمله الفيديو الجاي لو انتوا حابين. قبل ما نخش ماتش كمان نزل لنا صندوق اللي هو نازل فيه مش عارف اسمه ايه، كومبوم كون لو انتوا تعرفوه حاجة زي كده. نزل لنا سحبة مجانية، فهنسحب السحبة. انا عارف انه مش هيطلع لنا حاجة، بس ايه ادينا بنجرب، فهنشوف كده هيطلع لنا ايه. اكيد 300 تدريب. انا عارف اللعبه دي توصلنا لحد فين. طلع لنا 300 توكن، هي حاجه قليله بس كويسه في نفس الوقت، مش مهم. هنجرب ماتش كمان علشان نبقى خلاص ختمنا ان الخطه دي هي افضل خطه تقدر تطلع بيها بطل اف سي 10 نجوم او حتى 50 نجمه لو انت لعيب. ودي طبعا تشكيلة اللي قدامنا. التشكيلة دي حرفيا ما بترحمش. عنده كيليان امبابي، ولكن التشكيلة بتاعتنا فيها فورلان. الراجل ده هعمل عنه ريفيو. بدري معاك كرة، كرويف خدها، هناخد الستيب مع كوكوريلا ونجري. ممكن بقى تجري تعمل حركة الايه العين عين، اكيد انتوا عارفينها. ناخد كرويف كده وعلى طول هوب بالار 2 وفي ال90 يابا وجول. الله عليك يا كرويف يا ابن اللعيبة. كرويف ده من افضل الكروت اللي انا ممكن العب بيها. يعني هو مش من افضل الكروت، هو من افضل اللعيبه اللي بتنزل له كروت حرفيا. حتى لو جبت له كارت قديم ولعبت بيه بالنسبه لي هيبقى حاجه يعني خرافيه بامانه. يا سلام عليك يا سلام عليك. كرويف خد الكرة معاه اهو. انا خلاص جبت اول جون، يعني انا كده على المستريح، ولكن عشان ارتاح اكتر على الاقل اخلصها 3 علشان اسيب الموبايل زي ما سيبته كده. هاخد بقى اتقطعت مننا دي. كيليان امبابي هاري ماجواير. يلا يا ماجواير يلا يا ماجواير اقطعها. عاش عليك يلا يا فرناندو يلا يا ابن اللعيبه. كرويف خدها على طول كعب البدري، بدري تاني لفورلان. فورلان خد الكرة وخلاص، ولكن احنا خدناها فاول. فيلا بينا. هتقول لي هتلعب الفاول ازاي؟ هقول لك مش هرفع طبعا الفاول هنا ما يترفعش، ممكن نلعبها هنا. تمام. وبعد كده ناخد الفاول من الجنب كده ونلعبه على اساس انه ركنيه، ونلعب الركنيه من هنا وفورلان، ولكن ضيع. لو الفاول ده جه، لو الفاول ده انا جبته، الفيديو ده يوصل 1000 لايك. ولا اكن حاجه حصلت يا شباب، ولا اكن حاجه حصل. احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا على الاقل نجيب جون كمان عشان نبقى ضامنين الماتش ده. كوكوريلا اطلع يلا اطلع يلا اطلع هاتوا اطلع هاتوا اطلع هاتوا. ايوه بدري يا ابن اللعيبه. ناخد الكرة مع بدري. بص اللي هناك ده اللي لوحده ده، شايفه ده؟ مارادونا اهو. بص بقى هنا تاني، بينية خطيرة، بين تاني تحت، بس بين تاني هنا بقى. خلاص الكرة كده بتاعتنا. خد كرويف اهو الكرة بتاعتنا زي ما قلت لك يا ابن اللعيبة يا كرويف. يا ابن اللعيبة على الترافيلا يا كرويف. بص الترافيلا، بص الترافيلا. يا نهار ابيض. هي دي بقى الخطة اللي تاخد منها احسن اداء من اللعيبة، مش مشكلة. يا نهار ابيض دي كانت هتبقى بجون دي.
كانت هتبقى بجون، بس انا مصر اطلعه على 3-0، فهل هقدر ولا لا؟ يلا زمبروتا يا ابن اللعيبه، اجري يلا زمبروتا يا اجري اجري، عاش 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 عاش، عرضيه عرضيه خطيره خطيره خطيره. ده ما طلعتش خطيره خالص، طلعت بصله يا زمبروتا، طلعت بصله. بس كده يا شباب، لعبنا ماتشين معاكم وفزناهم وخدنا النجوم بتوعهم كمان. فدي من افضل الخطط اللي انت تقدر تعتمدها لو انت لعبك سريع وفي نفس الوقت بتعرف تلعب، ولكن معكش كروت يعني حلوة او مش عايز تصرف على اللعب. ودي حاجة طبعا انا انصح بيها، ان انت ما تصرفش وتلعب بالخطة دي وتعتمد على لعبك 100%. فلو انت وصلت للحظة دي من الفيديو فعرفني بنفسك تحت في الكومنتات، واكتب كومنت دومو وجنبها قلب ازرق، وبكده اعرف ان انت وصلت لاخر الفيديو. وبس كده يا شباب، فما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان نوصل 100,000 في اقرب وقت، وانتظروا الفيديو الجاي باذن الله.